تعليق صادم ومحزن من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام سان داونز ب5 أهداف لهدفين في دوري أبطال إفريقيا واقتراب خروج الأهلي من البطولة. في البداية صلوا على النبي وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. وائل جمعة لاعب الأهلي السابق يفتح النار على الجميع بعد خسارة الأهلي أمام سان داونز 5-2 في دوري أبطال إفريقيا وتحديدا في الجولة الرابعة. وعلق وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية لشاشة قناة بي إن سبورتس قائلا: لأول مرة وأنا أشاهد مباراة للأهلي أتمنى أن تنتهي قبل وقتها الأصلي. هناك أخطاء كثيرة ولكن في النادي ليست المرة الأولى التي نلعب فيها بجنوب إفريقيا، وفي الثالثة عصرا الإدارة مسؤولة عن الخسارة ب5 أهداف والجهاز الفني واللاعبين. التحضير للمباراة كان سيئا والحالة البدنية للاعيبة لم تكن في أفضل حال لها. لم نعتد على رؤية لاعبي الأهلي بهذا التراخي البدني. كيف تلعب في مباراة المقاولون قبل مواجهة سان داونز ب4 أيام بغالبية العناصر التي شاركت في مباراة اليوم؟ هذا الأمر سوء تحضير من الجهاز الفني للأهلي. كنت أتمنى أن أرى ردة فعل من لاعبي الأهلي في موقف الخسارة. كنت أتمنى أن أرى لاعب واحد يقاتل على الكرة ويشعر زملائه بخطورة الأمر. الفارق بين الجيل الحالي والأجيال السابقة الذهبية هي الروح. واختتم حديثه قائلا: هناك أخطاء كثيرة من الجهاز الفني والتغييرات كانت متأخرة. روح النادي الأهلي المميزة بها لم تكن موجودة، وإدارة النادي أيضا لم تدعم بعض المراكز. الخسارة يتحملها كل من له علاقة بالمباراة، والخطأ مشترك يبين الحالة التي عليها الأهلي. بالتأكيد نحن في انتظار آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.